السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. سبتكم بقالي كام يوم ما نزلتش حاجة عشان مش عاجبني التفاعل خالص خالص خالص، التفاعل وحش جدا جدا جدا. ازيكم تشجعوني، اللايكات بتاعتكم، الاشتراكات، الكومنتات الحلوة، اضغطوا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. النهارده هنفرز التوم مع بعض. طريقة تفريز التوم دي لو عملتيها هتعجبك جدا 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 كده ما شاء الله. انا دلوقتي هبدأ اول حاجة هعملها، هطلع الراس بتاعة التومة بعيد عن العرش بتاعها، هشيل كل العرش اللي معايا ده هشيله، وهطلع لو العرش بتاعي دوت اخضر كنت هقولك انا هعمل بيه ايه، لكن هو مش هينفع ان انا اعمل بيه اي حاجة دلوقتي. هطلع كل التوم، الراس بتاعة التوم بس هاخدها على جنب واشيل كل العرش ده هيترمي. نضفه كله، طلع كل الكمية بتاعتي. شوف احنا هنعمل لسه فيها ايه، تابعيني للاخر، فيديو ان شاء الله هيعجبك. طلع كل الكمية بتاعتي، الراس بس، انا باخد الراس بتاعة التوم بس وهرمي كل العرش بتاعها ده، مش محتاجاه في حاجة دلوقتي. لو كان اخضر وطري معايا، لكن انا جايباه كان نشف فما عادش نافع ان انا استعمله في حاجة. خلص كل الكمية بتاعتي. طبعا اكتر حاجة وحشة في حياتنا تفصيص التوم دي، تفصيص التوم ده وحش قوي قوي قوي، خصوصا لما تبقى كمية كبيرة وتفصصيها كلها على وقت معين. يعني مش قدامك وقت طويل ان انت تفضلي تفصصي فيها، لا ده انا عاملاها في وقت قليل جدا لحد ما كانت ايديا مش عارفة اوصف لكم كانت عاملة ازاي. طبعا عاملاها كلها لوحدي، الحمد لله يعني ربنا يعني. دلوقتي انا خلصت كل الكمية بتاعت، طلعت العرش لوحده وطلعت الراس لوحدها. هنعمل ايه في الراس بتاع التوم؟ هقول لكم. القشرة اللي بره اللي هي اللي ناشفة دي، قشرة التومة اللي بره اللي هي الناشفة دي اللي هنرميها زي ما انتوا شايفين كده. انا هشيل القشرة اللي بره بس هرميها، اي قشراية طرية معايا مش هرميها، ترميش القشرة الطرية كده. هطلع فص التوم اهو، بس التوم ده كان ناشف شوية فانا قشرت منه، شلت القشرة الناشفة وما برميهاش. انا هلم كل القشر اللي انا بطلعه ده، القشر اللي بين الفصوص والقشر اللي على الفص التوم اللي هي الطرية دي مش هرميها، انا هلم ده كله وهقول لكم هعمل بيه ايه. كده دلوقتي بطلع القشر ده لوحده والفصوص التوم لوحدها، وهقشر التوم وهقشر واشيل القشر لوحده واشيل الفصوص لوحدها. هنعمل دلوقتي هنعمل التوم وهقول لكم هعمل التوم ازاي وهفرز التوم ازاي. لكن القشر ده هنجيبه لكم ان شاء الله بكره في فيديو، بكره هقول لكم انا عملت ايه في قشر التوم ده. ان شاء الله بكره هقول لكم عملت فيه ايه. كده هخلص كل الكميه بتاعتي، هطلع كل الفصوص على جنب والقشر على جنب. هنا طلعت القشر بتاعي لوحده وطلعت فصوص التوم لوحدها. هشيل القشرية، فص التوم وهو لسه جاي طري اللي هو الاخضر ده بيبقى القشرة بتاعته طرية، بس انا جاي لي التوم القشرة بتاعته حسيتها ناشفة شوية فما رضيتش اسيبها كلها، شلت قشرة وسبت واحدة، يعني شلت واحدة وسبت واحدة. هخلص الكمية بتاعتي كلها وبعدين نشوف احنا هنفرز التوم بتاعنا ازاي. طريقة تفريز التوم ديت جميلة جدا 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 وناجحة جدا بإذن الله. جربيها، مش عايزة تجربيها على كل الكمية بتاعتك، جربي على كمية صغيرة، لو عجبتك اعملي باقي الكمية بتاعتك. انا كده بطلع القشرة اللي قلتلكوا عليها، القشرة اللي حاسة ان هي ناشفة كده بطلعها وبسيب واحدة. خلص الكمية بتاعتي ونكمل التوم. انا طبعا بعمل كل ده وانا قاعدة، ما مش معقولة هعمل الكمية دي كلها وانا واقفة، فبعمل كل ده وانا قاعدة.
التوم ما بيتغسلش، اوعي تغسلي التوم. لو جايبة التوم وسبتيه لما نشف وحابة تقشريه، تبليه في مية لحد ما القشرة بتاعته تطرى كده، وبعدين هتصفي المية من عليه وتقشريها عادي. بيبقى سهل في التقشير لكن مش بيتغسل، انك تغسليه وبعدين عشان تشيلي الطين من عليه ومش عارف ايه الكلام ده كله، لا مش هينفع. هنا هخلص كل الكمية بتاعتي. وصلت لحد هنا ولسه ما ضغطتش اشتراك. لو لسه ما اشتركتيش اشتركي، لو لسه ما ضغطتيش لايك اضغطي لايك. لسه ما كتبتيش كومنت حلو لأم ملك، اكتبي كومنت حلو ليه. هنا هخلص الكمية بتاعتي كلها، هتشوفوها لما اخلصها ونبدأ نشوف احنا هنعمل فيها ايه. كده خلاص خلصت الكمية بتاعتي الحمد لله. دي كمية التوم. وده هنا القشر اللي قلتلكوا عليه. القشر ده اوعي ترميه، هقولك هتعملي فيه ايه في الفيديو الجاي ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في التوم. اجيب الكبة بتاعتي، اجيب الملح والخل والسكر والزيت. ملح وخل وسكر وزيت. هحط على كل كبة، الكبة بتاعتي كبيرة، فهحط على كل كبة 4 زيت، 4 معالق، 4 معالق زيت، 4 معالق ملح، 4 معالق خل، 2 سكر. حطينا 4 ملح، 4 زيت، 4 خل، 2 سكر. لكن مركزة معايا، الزيت هيخليه مش يلزق في بعضه، لما تطلعيه من الفريزر هتلاقيه زي المربى معاكي كده. الخل والسكر مواد حافظة، والملح ما تخافيش من الملح ان هو في ملح، يعني اما تيجي تحطي في اي حاجة وانت بتعمليها يبقى حادق، لا خالص. هو يعتبر كده ما فيش، ده هي دي كلها مواد حافظة بس. حطينا 4 زيت، 4 ملح، 4 خل، 2 سكر في كل كبة. ركزوا، 4 معالق ملح و4 خل و4 ملح و2 سكر. شوفي كده انا هنا فرماه مش فرم ناعم قوي ان انا عاملاه زي العجين، انا مش عايزاه كده، انا عايزه يبقى مفروم، يبقى حب الناعم، مش ناعم قوي لدرجه ان يبقى معجن، لا هو كده حلو معايا. انا عايزاه كده. انا كده دلوقتي خلصت الكميه بتاعتي كلها وهعبيها في البرطمانات بتاعتي. اهم حاجه البرطمان يكون غطاه محكم، وتحطيه في الفريزر، تطلعيه تاخدي منه المعلقه اللي هتاخديها وترجعيه تاني في الفريزر زي ما كان، وجربيه ومش هتندمي. كل سنه وانتم طيبين، رمضان خلاص خلص. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله. مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. انتظروني.